السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. النهاردة قلنا هنعمل بصل مخلل. لقينا البصل حلو في السوق، شايفين البصل جميل ازاي. جبنا بصل اهو عشان نخلله. لازم البصل المخلل يكون بصل ابيض مش احمر. البصل الابيض بيبقى احلى في المخلل. وتجيبوا الحجم ده عبال ما يتقشر يبقى حجمه حلو، هو اصغر حاجة يعتبر دلوقتي. اهو شايفين الجمال. معانا دلوقتي بصل ومعانا جزر ومعانا فلفل احمر اهو شايفين. هنفرمه ونحطه عليه ومعانا الجزر. دلوقتي بقى احنا بنغلي ميه علشان هنحط البصل فيها. مش هنسلقه، احنا هنغلي الميه ونحطه فيها ونسيبه فيها لما تبرد، وبعد كده هنقشره. لما نحطه في الميه هرجع لكم تاني حبايبي. الميه غليت اهي. هنحط بقى فيها البصل. مش هنحطها طبعا على النار، احنا هي غليت وشلناها من على النار. هنحط بس فيها البصل ونغطيها ونسيبها لغايه لما الميه تبرد. ماشي. وحطينا فيها ربع كوبايه خل. حطينا في الميه ربع كوبايه خل. نحط بقى البصل كده اهو، ونغطيها لغايه ونسيبه لحد ما الميه تغلي، وبعد كده هنقشره. حبايبي دي قناة ماما زوزو، وصفات ماما زوزو. اللي أول مرة يشوفني يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. وحطوا لايكات يا حبايبي، ادعمونا بلايكات. هنسيبه بقى دلوقتي في المية دي لغاية لما تبرد. هنغطيه لما المية تبرد منه ونقشره هوريهولك. حطيناه بقى في المية. حطيناه غلينا المية وحطينا البصل فيها وغطيناه وسبناه. دلوقتي هو برد. هنقشره بقى. بصوا سهل جدا في التقشير اهو شايفين. تقشروه كده وما تقطعوش. ما تقطعوش من فوق هنا حتة كبيرة علشان يبقى البصلة ماسكة ببعضها. ماشي اهو. خلوها كده، تشيلوا القشرة اللي هي الصفرا اللي من فوق دي اهي كده شايفين اهو. طبعا المية دلوقتي بردت. احنا كنا حاطين نص كوباية خل في المية السخنة. احنا ما سلقناهوش، احنا سخنا المية وحطيناه بس وحطينا البصل. ولما برد احنا بنقشره زي ما انتوا شايفين اهو. ما تقطعوش حتة كبيرة من فوق من هنا علشان ما البصلة ما تتفرطش، ولا من تحت من هنا. يلا خلص واجيلكم. هنقطع بقى الفلفل ده الفلفل الأحمر ده اهو عشان نفرمه في الكب. ماشي. بسم الله. فرمنا الفلفل اهو شايفين شكله مخيف صح. يلا هحط الملح على المية وارجع لكم. حط بقى الفلفل هنا. قطعنا خيار اهو شايفين. قطعنا كام واحدة خيارة، خيارتين بقى بتاع جزرتين. اسفة، قطعنا جزرتين اهو. وهنحط بقى عليهم الفلفل كده. ماشي. والفلفل بقى طلع حامي جدا. خدوا بالكم يعني اللي ما بيحبش الحراق يجيب فلفل احمر اللي هو الرومي. احنا طبعا عشان بنحب الحاجات الحراقه فمش مشكله بالنسبه لنا. هاتوا انتوا بقى اللي ما بيحبش يجيب رومي. ماشي. هنقلبهم بقى كده مع بعض اهو شايفين. انا بقى غاليه ميه وسايباها تبرد، وبعدين هحط عليها الملح وهوريكم هنعمل ايه. هنحط معلقه سكر. دي الميه اللي احنا غاليينها ومبردينها. هنحط معلقه سكر كده عشان يبقى مقرمش. ماشي. وهنحط ملح اللي هو ملح البحر شايفين. هوريكم ملح البحر شايفين شكله عامل ازاي، زي السكر النباتي اللي هو الملح الخشن. 3 معالق اهم. 3 معالق كبار.
ده ملح التخليل، نحط نص معلقة تاني وهنضيف، هنقلب وهنضيف ماشي. وبعدين معانا ماء خل، بصوا معانا خل ابيض اهو. طبعا البصل لازم يتحط له ايه، يتحط له خل. دول حوالي نص كوبايه خل اهو، هنحط نصهم بس كده. ونقلب بقى ايه الميه دي. احنا اتفقنا ان الميه دي انا غلياها وسبتها تبرد خالص. حطينا معلقه ونص سكر، حطينا 3 معالق ملح، وحطينا ربع كوبايه خل ماشي. طبعا الملح ده لازم نقعد نقلب فيه كده لحد ما يدوب خالص اهو، نقلبه لما يدوب. دوبنا يا حبايب الملح، دوبنا الملح اهو. وهنحط ورق اللورة ده، ورق اللورة اهو هنا عشان ايه، عشان ورق اللورة ده يعتبر مادة حافظة، وعشان ايه ريحة البصل زي ما انتوا عارفين ماشي يا حبايبي. هنحط بقى ايه المية هنا، بسم الله. وهنسيبه بقى لغاية لما ايه، لما يستوي. يستوي بقى في اسبوع، في 10 ايام، زي ما يعني زي الوقت اللي ياخده. وبعد كده هنفتح عليه. شوفوا شكل المخلل الجميل ازاي. انا خللته في العلبة المرة دي علشان البرطمان كبير، لو مش عايزة ان انا يبقى فيه فراغ في البرطمان. شايفين الفلفل الاحمر باين اهو، شايفين الجزر. طبعا انا قلت ايه، بدل ما ابشر الجزر انا قطعته علشان ايه، علشان يبقى قطع جزر، ما يبقاش يعني مبشور كده وخلاص، لا كده يبقى مخلل. كل اللي عايز ياكل قطعة ياخدها ياكلها. وادي الجزر اهو. وحطينا طبعا الخل والملح وظبطناه، والحقيقة بتاعه زي الفل. واللي وصل معايا لحد هنا ويعجبه الفيديو بتاعي يحط لايك ويشترك في القناة ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصله كل جديد. وحطوا لايكات كتير يا بنات، علوا اللايك علوا اللايك علوا اللايك علوا الفيديو باللايكات. واستنوا لما اوريكم المخلل اللي انا كنت عاملاه معاكم قبل كده اهو. بقى شايفين ده المخلل اللي احنا كنا عاملينه سوا يا بنات اهو. شايفين الترشي المشكل اللي احنا كنا عاملينه سوا قبل كده، شايفين اهو شكل زي الفل استوى وبناكل منه كل حاجة. اللفت اهو، والخيار والقرنبيط اهو، الجزر والفلفل، كل حاجة فيه اهي زي الفل. خليله بقى على طريقتي وان شاء الله هيعجبكم الطريقة وهيبقى هيعجبكم. مفيش حد بيعرف يعمل زيها. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حطوا لايكات.